بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ده موسم تخزين الثوم، بس أنا الثوم ما بخزنوش صحيح، ما بخزنوش روس كده زي ما كنا بنعمل الأول. دلوقتي احنا كنا الأول بنجيب بال50 كيلو بال30 كيلو ونسيبهم كده نعلقهم ينشفوا، نيجي اخر السنه نبص تلاقيهم فضيوا وتضطري تشتري توم تاني. لا، انا دول 3 كيلو بيكفوني بصراحه السنه كلها، ويقعد معاكي كمان اكتر من سنه. بصي القطعه دي معايا من السنه اللي قبل اللي فاتت. السنه اللي فاتت انا ما خزنتش توم عشان كان عندي، كنت جايبه من قبلها، السنه اللي قبلها كانت كميه فقعدت معايا كمان. بصي ده تلج، ده ما فيهوش اي حاجه، بصي ولا لونها اتغير ولا اي حاجه، زي ما هي. وكمان هنخزنه هيقعد معايا زي ما انت عايزه، بس ما تنسينيش في اللايك، ويلا بسرعه عشان اقول لك اتعمل ازاي. نبدا بسم الله. انا بجيب الثوم افصصه بالطريقه دي، دول 3 كيلو ثوم. طبعا الكميه اللي انت حباها اعمليها، هوريكي هفصصه ازاي. انا مش هشيل القشره كامله، لا بصي القشره اللي بره بس الناشفه دي انا هشيلها، هوريها لك كده. ايوه اللي بره الناشفه دي هشيلها، مش محتاجاها في حاجه. وبالنسبه للفصوص من جوه هوريكي دلوقتي هنعمل ايه. الحته اللي فوق اللي هي بتبقى ماسكه الجدر كده، الفصوص في بعضها كده هشيلها بحته سكينه وهنفصصها كده. بصي القشرة الناشفة اللي بره هي اللي بشيلها، القشرة الطرية اللي حوالين الفص نفسه بسيبها. اهي بصي فيها حتة قشرة طرية هوريها لك دلوقتي، اقشرها اهي. بصي ايوه دي المفروض انا ما بشيلهاش، انا بسيبها، لكن انا فصصتها بس عشان اوريك ان لسه في قشرة تاني بالطريقة دي كده. لكن القشرة الطرية اللي حوالين الفص بسيبها ما بشيلهاش، فتفصيصه مش هيبقى صعب ولا حاجة. ال3 كيلو دول ما خدوش في ايدي ساعة، فصصتهم ما خدوش في ايدي ساعة. بشيل كده القشرة اللي هي الناشفة اللي بره كده، والقشرة الطرية اللي حوالين الفص بشيلها بالطريقة دي كده. بصي بفصصه ازاي، سهل جدا بالطريقة دي كده. كده اهو اتفصص كله معايا. عندك بقى كبة، عندك مفرمة اللي هي زي مكنة البسكويت كده، دي عندي كبة. نصيحة هقولها لكم، الكبة دي السلاحين اللي فوق بيتشالوا ويتركبوا. اما تيجي تركبيهم ما تخليهمش كلهم في نفس الاتجاه، بصي واحدة يمين واحدة شمال كده عشان تفرم معاكي كويس. عندك كبة بقى، عندك مفرمة، عندك مطحنة الخلاط بتاعة التوابل، كل ده هينفع انك تفرمي بيه التوم. هحط كده انا الكبه بتاعتي ما شاء الله، فانا هحط نص الكميه، يعني 3 كيلو دول هفرمهم على مرتين. بس هنفرم بس يا ماما نانا؟ لا يا حبيبتي هحط حاجات دلوقتي، خليكي معايا بس دلوقتي، اصبري معايا وخليكي معايا لاخر الفيديو. كده انا حطيت نص الكميه. هحط معاها بقى معلقه صغيره مليانه ملح، ده اللي هيبقى المواد الحافظة بتاعته، و3 معالق خل. ما تقلقيش الخل مش هيغير الطعم ولا أي حاجة، هو بس هيحافظ على لون الثوم بتاعي، إنه ما يتغيرش ولا يغمق ولا يجرى له أي حاجة. القطعة اللي وريتها لك كانت زي ما قلت لك معايا من السنة اللي قبل اللي فاتت، ولسه بستعمل فيها لغاية دلوقتي. هنفرم بقى الكمية بتاعتنا، هنفرمها طبعا هننعمها، اوريكي دلوقتي هتبقى ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنفرمها كده تاني مع بعض، هننعمها خالص. انت لسه ما اشتركتيش في القناة؟ لو لسه ما اشتركتيش انزلي بسرعة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، خليه على الاسود علشان يجيلك كل فيديو بنزله يجيلك اشعار بيه، واللايك بتاعك الحلو، وكمان كومنتك الجميل القمر اللي زيك. بصي انا نزلت كده اللي حوالين داير علشان يبقى كله ناعم، ما يبقاش حته ناعمه وحته خشنه. انعمه خالص كده بالطريقه دي.
وهوريك اهي بقى ازاي. شايفة؟ هشيل بقى السلاح وهوريكي الثوم بتاعي بقى شكله ايه بالطريقة دي كده. بصي اتفرم ناعم خالص زي ما قلتلك، في كبة، في مفرمة، في مطحنة التوابل، كل ده هينفع تفرمي بيه الثوم، ما بنقفش على حاجة. انزل بقى كده اللي اتفرم معايا وهفرم بقية الكمية بتاعتي. شايفة شكله بقى عامل ازاي؟ بصي ناعم ومفروم خالص ازاي كده. انا فرمت بقى الكمية كلها. دول ال3 كيلو، ال3 كيلو دول ممكن يكفوني سنة. كنت الاول بجيب بال30 كيلو، بال40 كيلو، دلوقتي 3 كيلو بيكفوني السنة وممكن يتبقى معايا كمان. هنحطهم بقى كده في اكياس التلاجة، هقسمهم. لو انت حابة تحطيهم كلهم في كيس واحد حطي، حابة تحطيهم في علبة حطي، بس انا بقسمهم في اكياس. هوريكي ليه، هوريكي دلوقتي. خليكي بس معايا كده لاخر الفيديو وهوريكي ليه هنقسمهم في اكياس. هبطط بقى الكيس كده واخليه رقيق قوي. ليه بقى اخليه رقيق قوي؟ عشان لما اجي استعمل هكسر حته هتتكسر معايا بمنتهى السهوله، فهخليه رقيق جدا. بصي بيتفرد بكل سهوله. لما تخليه كده ويتفرز ويجمد في الفريزر، هتعوزي حته هتبص تلاقي اتكسرت معاكي بمنتهى السهوله، غير لما ما تشيلي الكميه كلها في علبه وتيجي تطلعي منها تفضلي تكسري فيها بالمعلقه وتتعبك وانت بتطلعي حته. لكن كده بصي هعمل ايه دلوقتي؟ بظهر السكينه، مش بسن السكينه، بظهر السكينه اهي هساوي. وبعد كده بصي هقسمه مربعات بالطريقه دي كده. بظهر السكينة زي ما قلت لك هنقسم مربعات بالطريقة دي كده ونشيله في الفريزر. تيجي بعد كده تطلعي هتكسري مربع، خلاص بقى اتكسر معاكي بمنتهى السهولة، هتكسريه بمنتهى السهولة كده. بقى اهو هعمل ال3 اكياس زي ما اتفقنا، وهنحطهم بقى في كيس وهحط معاهم قطعة فحم. بصي ادي اهي الحتة اللي اتبقت من السنة اللي قبل اللي فاتت، بصي زي ما هي ازاي. شايفة الفرق في اللون؟ مفيش أي فرق خالص، هي بس دي اللي غامقة سنة بسيطة طبعا من التفريز. وكمان كان توم أحمر اللي أنا كنت مخزناه السنة اللي فاتت، اللي قبل اللي فاتت كان توم أحمر. هنحطهم بقى كده في كيس مع بعض أو في علبة كبيرة ونحط معاها قطعة فحم. قطعة الفحم مش هتخلي له أي ريحة في الفريزر، هتحطيه في الفريزر مش هيعمل لك أي ريحة في الفريزر، ولا لونه هيتغير ولا هيحصل له أي حاجة. بس لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك وكمان كومنت يفرحني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.